متصور معايا الحديث بهذه الرقة وبهذا الجمال؟ قوم نجاهم الله من فتنة الدجال مع نبي الله عيسى. عيسى يمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي الله عيسى فقال جل جلاله: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. الله أكبر، هذا أمر من الله جل وعلا لنبي الله عيسى. حرز عبادي إلى الطور، يعني انحوا بالمؤمنين الموحدين إلى جبل الطور. يا الله، على هذه الأرض المباركة المقدسة، جبل الطور في أرض سيناء، بمعنى اخل الأرض لهذه القوة الجارفة التي خرجت. يا الله، من هؤلاء؟ إنهم يأجوج ومأجوج. إيه يأجوج ومأجوج دول بقى؟ دي علامة من العلامات الكبرى للساعة يا شيخ. نعم. لا ما نعرفش حاجة عن الناس دي. من يأجوج ومن مأجوج؟ والكلام ده عم الشيخ انت بتجيبه منين؟ ده قرآن وسنة. قرآن. الناس دول مذكورين في القرآن. أيوة. طب ذكرنا بالآية الأول. طيب، قال الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. دي آية في القرآن. أيوة. في سورة إيه؟ في سورة الأنبياء. راجع سورة الأنبياء. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يا رب سلم. من كل مكان ينزلون وينتشرون في الأرض وهم من كل حدب ينسلون. من يأجوج ومأجوج؟ ايه القصة دي وايه الحكاية دي وايه الموضوع ده؟ خلي بال حضرتك، لأن الموضوع في غاية الخطورة والله. قرآن وسنة، قرآن وسنة. طيب، الأول نعرف بس من يأجوج ومن مأجوج. دول بشر ولا شياطين ولا جن؟ مين دول؟ أمتان من الأمم. من البشر، نعم. من بني الإنسان، نعم. من بني آدم، نعم. طيب، ما اسم يأجوج ومأجوج؟ الاسمان أعجميان. الاسمان أعجميان كما يقول المحققون من علمائنا من علماء اللغة. الاسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار أو من الماء الأجاج. مشتقان من أجيج النار أي من التهاب النار، ومن الماء الأجاج. والماء الأجاج هو الماء الشديد الملح أو الملوحة الشديد الحرارة. مشتقان من أجيج النار وحرارة وملوحة الماء لطبيعة هاتين الأمتين الخبيثتين الشريرتين. لهما طبيعة غريبة في الإفساد والتخريب والتحريق والتدمير في الأرض. ده كلام جميل. لو راجعت كتب التفسير وكتب التاريخ ستقف على روايات عجيبة، وستقرأ أخبارا غريبة، وستقف على إسرائيليات شحنت بها الكتب شحنا في شأن يأجوج ومأجوج. وأنا أقول: من يحترم عقله ومن يحترم علمه ومن يحترم التحقيق والدليل لا ينبغي البتة أن يشغل نفسه بهذه الخرافات والأوهام والخزعبلات والأساطير، بل يجب علينا في مثل هذه الأمور الغيبية ألا نتكلم فيها كلمة واحدة إلا بدليل من كتاب الله أو بدليل من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تتكلم عن أمور غيبية ما فيش فيها مجال للعقل ولا مجال للأوهام ولا الخرافات. طيب، ما تيجوا نكتفي فقط باللي ثبت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن يأجوج ومأجوج. من يأجوج ومأجوج؟ بعث النار. نعم، بعث النار. لا، مش مستوعبين اللفظة دي. يعني ايه بعث النار؟ خلي بالك من كلام النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا آدم، الله أكبر، رب العزة ينادي على آدم يوم القيامة، والله تخلي بالك من الكلام ده، يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار. سلم يا رب، سلم يا رب، أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا رب وما بعث النار؟ ما يعرفش. يا رب وما بعث النار؟ فيقول العزيز الغفار جل جلاله: من كل 1999. يا رب سلم، يا رب سلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمجرد ما قال هذا الحديث، النبي يقول: فعندئذ يشيب الصغير. مش ممكن طبعا من كل 1999 يروحوا جهنم. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ أينا ذلك الواحد من كل 1999 لجهنم؟ أينا ذلك الواحد؟ من سينجو إذن؟ اسمع ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال: أبشروا. أبشروا بإيه؟ خذ البشرى، خذ البشرى من الصادق. قال: أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. الله، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالتوحيد. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، هيخرجوا ازاي بقى؟ النبي بيوصف وصفا دقيقا لخروج القوم. السد موجود. أول فتح في السد ده يا إخواننا بدأ في عهد النبي. يا ربي، لا تاني، معلش بالراحة. بتقول ايه؟ بقول لحضرتك أول فتح في السد ده بدأ في عهد النبي. ايه الدليل؟ ما رواه البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزع، وفي رواية: استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من ليلة من نومه فزع، وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. سلم يا رب. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والإبهام. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، والله العظيم كثر الخبث. قال الصادق: نعم، إذا كثر الخبث. خلي بال حضرتك، رواية تانية في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان وغيرها من دواوين السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيخرج يأجوج ومأجوج فيحفرون، فيقول: حتى يكادون يرون شعاع الشمس، حتى إذا كادوا يروا شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا. فيعيده الله عز وجل أشد ما كان، فيأتون في اليوم التالي فيحفرون، حتى إذا أوشك أن يروا شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا، يعني السد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أراد الله عز وجل لهم أن يخرجوا قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى.
قال النبي فيستثني، يعني يعلق الأمر على المشيئة، فيعودون في اليوم التالي فيرونه كما تركوه، يعني لا يعيد الله عز وجل هذا المكان الذي حفروه، بل يرونه كما تركوه على هيئته. قال فيحفرون فيخرجون من كل حدب ينسلون. رواية النواس بن سمعان في صحيح مسلم: فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، فيشرب أوائل يأجوج ومأجوج ما في الماء ما في البحيرة من الماء، فيقول آخرهم: كان بهذه ماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا في الرواية التي ذكرتها عند الإمام أحمد أصحاب السنن: يخلي الناس ليأجوج ومأجوج الطرق، لا يستطيع أحد أن يواجههم ولا أن يجابههم ولا أن يقاتلهم ولا حتى نبي الله عيسى. فالله جل وعلا يقول كما ذكرت في أول الحلقة: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيلجأ نبي الله عيسى وأصحابه من الموحدين إلى جبل الطور، ويترك الناس الشوارع والطرقات إلى يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون ينتشرون في الأرض. اسمع ماذا قالوا كما في رواية مسلم، انظر إلى فجرهم وكفرهم. يقولون: قتلنا أهل الأرض، ما فيش حد في الأرض، فلنقتل أهل السماء، يا رب سلم. قال النبي: فيصوبون نشابهم أي سهامهم ونبالهم إلى السماء، وكأنهم يقاتلون أهل السماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيرد الله عليهم نشابهم أي سهامهم ونبالهم مخضوبة دما ليزدادوا فتنة، يعني تنزل إليهم النشاب يعني السهام أو النبال مخضبة بالدماء، فيتصورون ويعتقدون أنهم قتلوا أهل السماء كما قتلوا أهل الأرض. قال: فيردها الله عليهم مخضوبة دما ليزدادوا فتنة، فيقولون قولتهم الخبيثة: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فتنة. إيه الحل؟ ما العمل؟ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أي من الموحدين من أبناء الطائفة المنصورة من أمة سيد النبيين، فيرغب نبي الله عيسى أي فيتضرع نبي الله عيسى إلى الله جل وعلا، ويتضرع إلى الله مع نبي الله عيسى الموحدون من أمة سيد النبيين، يضرع إلى الله أن يخلص الأرض من شر يأجوج ومأجوج من هذه الفتنة الحالكة الأخرى. فيستجيب الله جل وعلا دعاء نبي الله عيسى ودعاء الموحدين معه من أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال الحبيب الصادق، قال: فيرسل الله عليهم أي على يأجوج ومأجوج النغف. ايه النغف دي يا عم الشيخ محمد؟ النغف دود صغير، دودة صغيرة بتخرج في أنف البعير، فيرسل الله عليهم النغف. يا الله، اللي كانوا بيقولوا من شوية قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، انظر بماذا يهلكهم رب الأرض والسماء، بالدود، دودة صغيرة جدا. قال: فيرسل الله عليهم النغف أي الدودة، فيجعلهم فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة. سبحان الملك، سبحان الملك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تمتلئ الأرض بزهمهم ونتنهم، لحوم ضخمة جدا، أجسام ضخمة جدا. فيرغب إلى الله نبي الله عيسى وأصحابه أي من الموحدين من أمة محمد أن يتضرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء أن يطهر الأرض من زهمهم ونتنهم. اسمع ماذا قال الصادق المصطفى، قال: فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحمل أجسادهم فتطرحهم حيث شاء الله تبارك وتعالى.